السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صحيت من النوم وقررت أسرق مقدمة إنسايز. في عام 2010 فازت قطر باستضافة كأس العالم لسنة 2022 واللي باقي له حوالي أسبوعين. أول دولة عربية استضافت كأس العالم في التاريخ، رفعت راسنا فوق للسماء كعرب ومسلمين، لكن الغرب عندهم رأي آخر، مستحيل يقبلوا بهذا الشيء، الحسد قاهرهم لين الموت. كيف دولة عربية صغيرة مستضيفة كأس العالم؟ بدأوا حفر في التاريخ فقط ليطلعوا ولو نطفة صغيرة يصنعوا منها قضية حقوق الإنسان أو أي شيء آخر، المهم إلغاء كأس العالم في قطر. يحسبون مثلهم همجيين. ضحايا الحرب العالمية الثانية فقط وصلت ل 80 مليون إنسان، حاسدين ألف لأنهم عارفين كأس العالم هذه السنة أفضل تنظيم كأس عالم عبر التاريخ، وربما ما راح يتكرر إلا بعد عشرات السنين. قطر صرفت على تنظيم كأس العالم أكثر من 200 مليار دولار عبر 12 سنة لبناء أساسات والمدن السياحية اللي تكون فيها الملاعب، وبعد نهاية كأس العالم راح تتفكك ويتبرعوا بها للدول اللي ما فيها ملاعب جيدة. شوف، قبل لا ندخل في الفيديو لازم أوضح شيء، أنا إنسان أكره نظريات المؤامرة. إذا ما عندك كلام حقيقي تقوله لا تتكلم يرحم أبوك، مثل مشروع المليار الذهبي وواو عائلة يهودية عندها نصف ثروة العالم. أنا أكره هذا الغباء، بمعنى ما راح أتكلم عن أي شيء له علاقة بالمؤامرات في الخفاء وكلام ذاك الغير واضح. كل الروابط صحيحة، حتى الروابط اللي في الوصف راح تخليك تشترك وتتابعني في الانستغرام. وبس بدون ما نطول في المقدمات خلينا ندخل في المقطع على طول يا حاب. خلينا نكنسل هذه الكلمة. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. وبدايتنا خفيفة عن اللاعبين اللي ضد تنظيم كأس العالم في قطر. في منهم الكثير لكن راح نختصر بواحد منهم، هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي. اللاعب ده عمره فوق 30 سنة، طلع في تصريح يقول أنه هذا الحدث راح يخلينا نسلط الضوء على شيئين مهمين واللي هما الحرب في أوكرانيا وفريق الألوان. وقبل لا نفصل فيهما الاثنين خليني أوريكم الجزء اللي قال فيها هذا الشيء. I mean, it's important to understand that first of all, as players, we didn't choose where this World Cup was going to be. But what it has done is raised important, it's shone a light on important issues that might not have been come to light if the World Cup wasn't there. انت قلت الحرب الأوكرانية، اوكي خلينا نقول انه احنا واقفين معاكم، والحرب في فلسطين يعني هم مش بشر، ولكن هي معروفة، الأوروبيين ناس طاهرين ودمهم غالي على كل الأجناس. ربما راح تقول عني عديم الإنسانية، ولكن والله ماني متعاطف معاهم ولا 1%، وشايف انه بوتين بينهم على حقيقتهم. قبل الحرب الأوكرانية الفيفا حاطين قانون وممنوع تخطيه، خط أحمر، فصل السياسة عن الرياضة، ولكن بعد ما دخلت روسيا أوكرانيا صاروا يحطوا علم أوكرانيا أكبر من نتيجة المباراة، وكباتنة الفرق تحط علم أوكرانيا في إشارة القائد. وإحنا انتشر عندنا مطالبة بوضع إشارة فلسطين في أيادي كباتنة الفرق العربية، ولكن صدقوني إذا ما صار حدث كبير يضغط على الفيفا ما راح نشوف علم فلسطين حتى عند الجماهير. وثاني شيء يتكلم عليه فريق الألوان، إذا عندك ولو القليل من الاحترام لهذا النوع من الناس فأنت حمار من الأخير. خلينا نتكلم بشكل منطقي. كاسياس بعد ما حط تغريدة اللي قال فيها أنه جاي، شفتوا ردة فعل الناس عليه؟ وأنا قاعد أتكلم عن الأجانب ولا واحد صار يحترمه. والطريقة أصلا اللي كتب بها التغريدة، أنا جاي أتمنى تحترموني، ولا واحد احترمه. حذف التغريده وقال انه حسابي تهكر. او ماي جاد، رجعوه مسخره، ولو انها انسانيه وشي طبيعي اصلا ما يحتاج يقول احترموني، قال احترموني قال. فيليب يقاطع كاس العالم في قطر، ولا واحد طلب رايك. هانز فليك يسخر من استضافه قطر للبطوله. اسمعوا ايش قال، اسمعوا. في حين توجد العديد من الدول الاوروبيه قادره على استضافه كاس العالم، اللهم لا شماتة بس، ولكن هل تقصد نرجع 500 سنه وندفئ بالحطب، نروح نجمع اشجار من الغابه ونقطعها مثل العصر الحجري لانه ما عندكم غاز اصلا، ونركب الحمير لانه 90% من محطات البنزين عندكم فارغه، او حابين اننا نتجول في عاصمه الزباله باريس، وقال لك ما راح نحتفل بالكاس على الاراضي القطريه، وانا اقول لك صدقني ما راح تربح الكاس اصلا. واكثر شيء صار عليه جدل حقوق العمال الاجانب اللي بنوا اساسات الملاعب بعد ما فازت قطر في سنه 2010 باستضافه كاس العالم. شوفوا، لا تاخذوها على اساس تنمر، ولكن الواقع يقول عدد سكان قطر ما بيساعدهم يبنوا الملاعب 3 ملايين نسمه، واذا شلنا منهم النساء والاطفال وكبار السن، الرجال اللي يبقوا هناك ما يوصلوا المليون اصلا. دخلت قطر اكثر من مليون عامل من الدول مثل باكستان والهند ونيبال، ومسؤولين عنهم شركات أوروبية وأمريكية. هل معنى هذا أن قطر ما لها دخل في إصابة أو موت العمال هناك؟ بالله هذا سؤال. طبعا ولها أكبر المسؤولية. من سنة 2010 لسنة 2022 خرجت الفيفا بتصريح تقول فيه أن عدد العمال الأجانب اللي ماتوا في قطر بسبب الأعمال خلال 12 سنة 3 أشخاص، وحوالي 30 شخص ماتوا برا ملاعب، ربما موت طبيعي أو ماتوا بسبب أمراض مزمنة، ما أدري إيش التفاصيل بالضبط. ولكن الصحف الأوروبية تقول أنه عدد اللي ماتوا أكثر من 6000 شخص. في هذا الموضوع أنا في رأيي أن كل واحد يأخذ طرف اللي يشوفه صح، لأنه تسمع للمقابلات الصحفية يقول لك أنه العمال الأجانب قاعدين بيتعاملوا معاملة الكلاب. تشوف آراء الصحف أو المقابلات الأخرى تحس برأي اختلاف كبير. فباختصار روح ابحث عن الحقيقة إذا كنت مهتم، لأنه أنا ما بقدر أعطي رأيي في موضوع مثل هذا، وخاصة أني ما فصلت في الموضوع أكثر.